تنتهي. فجأة نلاقي إن الراجل اللي كانوا هم بيغنوا له دلوقتي مشوه من مجلس الوزراء ولم يعد وزيرا. ختاما، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بيقول وزير المالية فشل لم ينجح، وزير الاستثمار اديناه فرصة فشل ولم ينجح. إذا رأيه إن اللي مشوا دول فاشلين، أو على الأقل اختص 2 وزراء مهمين، المالية والاستثمار، إن هم وزراء فاشلين لم ينجحوا. ده رأي نائب رئيس الحرية والعدالة. إنما رأي السيد الرئيس قال مصر ستذكر للوزراء عطاءهم وتصديهم للعمل العام في ظروف حساسة. ده وسام. يعني نائب رئيس حزب الحرية والعدالة شايفهم فشلة واديناهم فرصة وبعضهم فلول واداهم كده ألمين نظريين، لكن لقينا السيد رئيس الجمهورية بيقول إن مصر ستذكر للوزراء عطاءهم. مصر، مش حتى السيد الرئيس، مصر كلها هتذكر للوزراء دول عطاءهم وتصديهم للعمل العام في ظروف حساسة. هنا وسام وهنا كلام لا يناسب وكلام فيه درجة عالية من التوبيخ. يا ترى مين اللي صح في الاثنين؟ يبقى ممكن نلاقي حل عند دكتور هشام قنديل، فنلاقيه بيقول التعديل الوزاري الجديد يغلب عليه التفاؤل والإنجاز. الكلام ده لو حضرتك رئيس وزراء جديد فتقول حكومتي دي فيها تفاؤل وفيها إنجاز، لكن حضرتك كنت موجود في الوزارة اللي فاتت ورئيس الوزارة الحالية، فلو دي فيها تفاؤل يبقى أنت كنت قبل كده رئيس حكومة فيها تشاؤم، ولو دول فيهم إنجاز معناه أنت كنت موجود مع حكومة فاشلة. يعني برضه لازم ينتبه، لأن الكلام ده معناه لو كنت أنت رئيس وزراء جديد، إنما وأنك رئيس الحكومتين يبقى برضه لازم نكون حذرين شوية، ما نقولش خلاص هنطلق التفاؤل والإنجاز لتغيير 9 وزراء في الحكومة. ختاما، زي ما قلنا إن أي بلد في الدنيا من تجربة البرازيل اللي هنخصص لها حلقة كاملة لاحقا لكل تجارب النمو في العالم، أهم شيء مش بتختار من شلتك أو جماعتك أو أصحابك أو قرايبك أو حلفائك أو ليك مصالح معاهم أو اللي أنت مأمنهم أو الضعاف التافهين اللي ما يقدروش يأثروا على مكانتك. لا، تبنى الدول بأنك بتختار الأصلح الأفضل أيا كان موقفه. في الحديث الشريف مرة ثالثة روى الحاكم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.